أم محمد اليوم تقول دمعي في خدودي سيول، مغبونة وغابني يجول فيني كل ساعة وحين. يا ناس قصتي محزنة يا أهل الشرع والبينة، وين حكم الإنسانية أو قضاع يا مسلمين؟ لا راحة ولا به سرور، لأن القلب حاله كسور، من قهري بكت لي الطيور وبكت كل شامخ جبين. يا رحمن أنا بحمدك واترجاك واستغفرك، يا من كلنا في يدك ترحمنا بدنيا ودين. بدع القول يا ربنا نترجاك تغفر لنا وارحمنا وتلطف بنا واجعلنا من الصالحين. أم محمد اليوم تقول دمعي في خدودي سيول، مغفونة وقبني يجول فيني كل ساعة وحين. يا ناس قصتي محزنة يا أهل الشرع والبينة، وين حكم الإنسانية أو قضاع يا مسلمين؟ لا راحة ولا به سرور، لأن القلب حاله كسور، من قهري بكت لي الطيور وبكت كل شامخ جبين. زوجي هو سبب ضيقتي يا قهري ويا حسرتي، وانكد بالحياة عيشتي يتمندل وفيني يهين. بالرغم اني عليه شاقية خلاني معه باكية، ما يوم عشت انا سالية مجروحة طوال السنين. بعد الضيق بعد التعب يطلب مني أدي الذهب، قال يشتي يصير يقترب ويكون رزحنا كل حين. شغلي كان في مكينية وأخيض رقع حالية، لأجل نحقق الأمنية فيزه يقترب ما يهين. وقفت بالذهب لهنا زوجي بحسبه فخرنا، ما ضميت يخون عهدنا ويبيع الوفاء بالبحين. جبت المال نقدا وكاش لكنه خدعني وطاش، واليوم حالتي فيها شاش. هذا ظلم يا مسلمين، وابوه مثل ما ابنه شديد، قلبه كأنه من حديد. في كنت احسب انسان جيد خاب الظن فيهم يقين. يا عمي ليش هكذا تمشي في طريق الخطا، والناس كلها تشهدا في حقوقي اكيد طامعين. صرت اشكي على شيخنا لانه عايب سفلنا، خيب للاسف ظننا سال الدمع من كل عين. يا شيخ ترتضي ذمتك هذا الظلم في ابنتك، تهتن بين قرامتك وانت الشيخ وانت الامين. يا ليفان وين الرجال للمظلوم تهز الجبال، يا ريده وعمران طال هذا الظلم كم يا سنين. ما حد في حقوقي نصاف يا غبني ويا للاسف، جف الريق والدم جاف من قهري وكثر الانين. من هو يا مشايخ لها ينصف بنت زاد ظلمها، من انسان اخذ مالها واتمنذل وفيها يهين. لو كان كفوها في وجين غير الحق انا ما بريد، لا ينقص ولا بايزيد والله بايكون المعين. ما بحفي ولا سامحه الحسار لا روحه، يالله مثل جرح جرحه لا يرتاح دنيا ودين. يا اهل الزوج حسوا بنا خلى عيشتي في عنا، ما حد ذاق ما ذقتنا كملي بالمواجع سنين. حملني جميع الديون يا غبني عليه بالغبون، كيف يسهى فيني يهون يطرح زوجته في كمين. في المختمة وجه سلام